هاتي نص كيلو دقيق وتعالى اقولك تعملي ايه. هتقومي دلوقتي حالا تعمليها، لانها سهلة خالص وبسيطة خالص وبمكونات اقتصادية خالص. هعملك قشطة الافران، حاجة كده سهلة وريحتها تحفة جايبة لاخر الشارع. هقولك على كل خطوات القشطة بتاعت الافران زي ما انت شايفاها معايا. شايفة قشطة الافران حاجة سهلة خالص وبسيطة خالص وبنص كيلو دقيق وبمكونات اقتصادية، ومش هنكلف نفسنا خالص في المكونات بتاعت القشطة بتاعتنا. انا هدى ودي قناتي. لو اول مرة بتشوفيني يا ريت تدخلي كده وتشوفي قناتي وتعملي لي اشتراك وتعملي لي لايك للفيديو ده. اول حاجة احنا معانا ايه؟ معايا كوباية مية، ومعايا هنا هحط نص كوباية مية جنبي بس كده تمام. هحط 4 معالق من السكر. 4 معالق من السكر هم كويسين خالص يا جماعة، مش كتار يعني، مش قليلين. وحطيت معلقة خميرة فورية اللي هي معلقة كبيرة ممسوحة. ماشي يا جماعة، هندوبهم كده كويس مع بعض. اسمعوا بس معايا الفيديو والخطوات، خليكم واحدة واحدة. دي نص كوباية من السمنة، سمنة سايحة عادية. بصي هنا بقى انا هحط باكو فانيليا. ليه؟ عشان السمنة دي سمنة صناعي يعني سمنة كريستال. لو انت استخدمتي سمنة بلدي مش لازم تستخدمي باكو الفانيليا ده اللي انا ايه حطيته. ماشي كده تمام معايا. كوباية مية، معلقة كبيرة من الخميرة الفورية، 4 معالق كبار من السكر. هنحط نص كيلو من الدقيق. ومعايا هنا ايه ده وش اللبن يا جماعة. انا ما كلفتش ولا رحت اشتريت قشطة ولا قشطاش، هو ده وش اللبن. انا كنت غالية لبن من بالليل وشلت الوش بتاعه، فايه هحطهم في القشطة بتاعتي. مش هي قشطة يبقى نعملها بالقشطة، صح ولا لا؟ بس كده هنحط نص كيلو من الدقيق. دقيق متعدد الاستخدامات يا جماعة، مش شرط اي نوع دقيق، عادي متعدد الاستخدامات، مش هتختلف معانا ايه في نوع الدقيق. بس كده هنحط نص معلقة صغيرة من الملح زي ما انتوا شايفين، وهنقلب الملح كويس ايه مع الدقيق بتاعنا. بس هنجيب معلقة كده وايه ونرب بيها العجين الاول، او ايه بنلف العجين مع بعض، او زي ما انتوا تحسبوها باي لغة يا جماعة. هنقلب الدقيق مع المية بتاعتنا اللي حاطينها، المكونات اللي احنا حاطينها. انا هسرع لكم الفيديو عشان ايه ما ناخدش وقت طويل في العجن، بس انا هشرح لكم برضو احنا بنعجن. شايفين انا ما حطيتش مية خالص غير كوباية المية، عشان ممكن هنا نوع الدين ما ياخدش غير كوباية المية. بس انا عايزة العجينة ايه، عايزاها طرية، وعايزاها كده ايه تكون بتلمع وناعمة. مش عايزاها يعني خلاص هي لا لسه ما اتعجنتش. تعالي هوريك ازاي بقى. شايفين انا عايزة ايه الشكل ده في العجينة. شايفين العجينة طرية وفي نفس الوقت ايه ناعمة معانا. انا حطيت تلت كوباية فوق الكوباية يا جماعة، هو ده اللي فايد من نص الكوباية، يبقى كوباية وتلت من المية. كده مظبوطة معايا 100%. بس كده انت عايزة تسيبيها تخمر في البولة بتاعتها او في الطبق، سيبيها تخمر. بس انا هسهل عليكي وهفردها على البلانشة بتاعتي او على الرخامة بتاعتي زي ما انتوا شايفين كده، وغطيها بكيس واسيبها ربع ساعة. هي هتخمر مكانها. انا بسهل عليكي بدل ما انت تسيبيها تخمر في الطبق وتاجي بعد كده تحطيها على الترابيزة، لا، هي كده هتخمر مكانها ربع ساعة بس بالكتير. وتغطيها بالكيس زي ما انت شايفة كده. هتجيبي سكينة ولا هتجيبي قطعة البيتزا الموجود عندك ايه وقطعي كده. هنقطع بقى ايه قطع صغيرة صغيرة صغيرة، عايزينها ايه صغيرة. يعني هي لو بالميزان يا جماعة 25 جرام، لو عندك ميزان وعايز توزنيها 25. بس انت طبعا عشان انت شاطرة وبالويم كده ايه هتعمليهم ايه كلهم قد بعض. شايفين اهي، هنفتلهم كده بايدينا او هنكورهم بايدينا زي ما انتوا شايفين. حاجة كده هي مش مستاهلة يعني. هي اهي لو حساها صغيرة حطي لها حتة صغيرة برضو ما فيش اي مشاكل. لو وصلت معايا لغاية هنا يا ريت بيدك الحلوة السكرة دي حطي لايك للفيديو، ما تنسينيش في اللايك بالله عليكي. بس كده شايفين القشطة بتاعتنا قشطة الافران يا جماعة سهلة خالص وبسيطة خالص. ونص كيلو هيجيب لك كمية كتير، انت ممكن تصغريها اصغر من كده برضو. يعني عارفة الليمونة الصغيرة اعمليها قد الليمونة الصغيرة.
متكبريهاش عشان تبقى قشطة الافران كده تحفة. هنا بقولك انت ممكن انت لو عايز تعمليها يعني عايز تحشيها، ممكن تحشيها جبنة، ممكن تحشيها نوتيلا، ممكن تحشيها شوكولاتة، ممكن تحشيها حشوة السينابول اللي هي قرفة وشوية سكر وكده، زي ما انت عايزاها سادة وتاكليها براحتك زي ما انت عايزة. انا بديك الفكرة وانت عليك تنفذيها. شايفين يا جماعة؟ بنص كيلو، عايزة تعملي كيلو ضعف الكمية على طول، معلقة يعني الكمية اللي انا عملتها دي ضعفيها كده ايه على طول. بس كده شايفين اهو، شايفين العجينة يا جماعة سلسة ازاي وجميلة، والله العظيم العجينة تحفة وريحتها تحفة يا جماعة. صلوا على رسول الله يا جماعة عليه الصلاة والسلام. شايفين العجينة؟ بصوا بوريكم الخمر بتاعها. شايفين العجينة تحفة. كوباية وتلت من المية، بس لو حسيت ان هي عايزة مية تاني حطي لها، لو انت لو الدقيق طلع فيه عرق او حاجة زي كده يعني. بس كده انا ايه طولت عليكم القطيح صح؟ دي كل الكمية ودي اخر واحدة، طبعا هنسيبها كبيرة هنشيل وهنرميه يعني، لا حرام علينا نخليها ايه كبيرة كبيرة. بس كده تعالوا هوريكم طريقة ايه الفرد بتاعت قشطة الافران يا جماعة، حاجة كده سهلة وخالص. بصوا ده صينية مسحة زيت صغننة خالص. بصوا هنحط 3 هنحط 4 ايه، هنفرد كله مرة واحدة. هتعملي ايه بكف ايدك، شايفة كف ايدك اهو، تنزلي كده عليه. سويها بقى انت عادي يعني، مش هنطلعها لك بريفكت احنا، لا انت سويها برضو وخليها كده ايه، سويها بايديكي برضو بعد ما تحطيها في الصينية، خليها بيرفكت كده. شغلي دماغك معانا يعني، احنا مش كل حاجة هنعملها بالمسطرة. بصي هم 4 بكفة ايدك، شايفة؟ هقول لكم احنا ليه بنعمل كفة ايد، استنوا بس انتوا تابعوا الفيديو هقول لكم ليه. شايفينها يا جماعة؟ تحفة. خليها كده ايه، حطي يعني بين الواحدة والتانية ايه صباع كده، صباع ونص، عشان ما يلزقوش في بعض زي ما عملوا معايا انا، لزقوا بصراحة. بس هم 5 كده هم، شايفين اهو بكف ايدك. شايفين؟ بس كده وترصي في الصينية على طول. اخدنا وقت؟ لا خدنا وقت في العجين، ولا خدنا وقت في القطيع، ولا خدنا وقت في ايه في الفرد بتاعت القرص بتاعتنا. حاجة كده سهلة واقتصادية خالص زي ما بقولك. شايفين اهي؟ ليه ما عملتها بكف ايدي؟ عشان بتعلم. هعمل لكم واحدة تاني. شايفين؟ بصوا كده هتعلم، لكن بكف ايدك مش هتعلم. هتطلع ايه كده، تبقى طالعة كده ومنظرها حلو زي ما بتجيبيها من الفرن. دي كل الكمية يا جماعة. شايفين الكمية تحفة. طريقة التسوية يا جماعة عشان انا مش هصورها معاكم. لو فرن بوتاجاز هتشغليه على اعلى درجة حرارة وتسخنيه طبعا وتدخليه. ممكن فرن البوتاجاز انت ما تحتاجيش تشغلي لها الشواية، على حسب فرنك. لو بتقعد في الفرن من 12 ل 15 دقيقة، على حسب نوع الفرن يا جماعة التسوية. لو فرن غاز طبعا انت هتوطي النار على الاخر من تحت ومن فوق. لو حسيتيها ايه اخدت لون معاكي من تحت، علي النار شوية من فوق هتحمر معاكي. ماشي معايا؟ لو فرن كهربا بقى انت حظبتيها على درجة حرارة 230 حلوة خالص للمخبوزات دي يا جماعة. ما تخليهاش على 150 عشان ايه ممكن تحمر بسرعة وما تبقى ايه مش مستوية من جوه، صح؟ عايزاك تحطي لايك للفيديو ده. ايوه بقولك حطي لايك بيدك الحلوة دي. بس كده شايفين؟ انا قلت لكم طريقة التسوية صح؟ ماشي، تعالوا اتفرجوا بقى على طريقة شايفين التحفة والجمال يا جماعة؟ وهو عشان انا قربتهم هم لزقوا، انا مش هكدب عليكم واقولكم ما لزقوش، لزقوا. مدة الخمر يا جماعة على حسب الجو اللي عندك. لو شايفين الطراوة الاول، بعد كده هنقول ايه. شايفين؟ بصوا انا مش محتاجتش ان انا احط لها غطا واحط لها فوطه وكيس بالستيك، ولا يا جماعه هي بتطلع من الفرن طريه بصراحه تحفه. تحفه وريحتها بصراحه تحفه.
طريقة التخمير، لو انت حاسة الجو لاسع شوية عندك، شغلي الفرن وحطيهم في الفرن. هياخدوا 10 دقايق وهيخمروا. لازم تخمر يا جماعة علشان ما تبقاش مكتومة معاكي. شايفين يا جماعة؟ معلش التصوير لو مش عاجبكم بقى، هي الكاميرا كده، انا بصراحة مش عارفة اعدل اكتر من كده. شايفين؟ انا حاولت بصراحة ان اظهر ال اللبة كده من جوه ان هي مفرغة، بصراحة مش جاية معايا خالص، معلش يعني سامحوني. بس بصراحة هي هشة وطرية زي ما انتوا شايفين كده، وكمية كتير. من نص كيلو دقيق عملنا كمية كتير. قشطة الافران يا جماعة، ليه تروحي تشتريها؟ ده ممكن تعمليها في البيت، حاجة اقتصادية خالص ولا اي حاجة. شايفين؟ شايفين الكمية؟ وممكن تعملي الكمية دي مرتين، تصغريها وتبقى تجيب 2. شايفين يا جماعة؟ حاجة تحفة. مع السلامة، اشوفكم فيديو قريب ان شاء الله.